مباراة قوية ومثيرة تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. مواجهة إفريقية من العيار الثقيل فيها الصراع التكتيكي، القوة البدنية والنجوم الكبار. في هذا الفيديو غادي نقدمو تحليل شامل قبل المباراة. أولا، قوة المنتخب المغربي كيتميز بتنظيم دفاعي محكم، خصوصا مع خط دفاع منسجم وحارس مرمى عنده تجربة كبيرة. في وسط الميدان المغرب كيعتمد على الاستحواذ وبناء اللعب بهدوء مع تمريرات قصيرة وسريعة. أما في الهجوم فالسرعة على الأجنحة واستغلالات المساحة هي السلاح الأقوى، خصوصا في الهجمات المرتدة. نقاط قوة المغرب: انضباط تكتيكي عالي، سرعة التحول من الدفاع للهجوم، فعالية في الكرات الثابتة. أما نقاط الضعف: الضغط العالي قد يسبب أخطاء في الخلف وإضاعة بعض الفرص السهلة. ثانيا، قوة المنتخب السنغالي. السنغال معروف بالقوة البدنية والالتحامات القوية، كيعتمد بزاف على الكرات الطويلة والهجمات السريعة خصوصا عبر الأنجحة. المنتخب السنغالي خطير جدا في الكرات الهوائية والمرتدات. نقاط قوة السنغال: قوة بدنية كبيرة، سرعة في الهجوم، وخطورة في الكرات الثابتة. أما نقاط ضعف نسبي في الاستحواذ، مساحات خلف الدفاع يمكن استغلالها. ثالثا، السيرات التكتيكي. المباراة غادي تحسم في وسط الميدان. إلا قدر المغرب يفرض أسلوبه ويحبس سرعة السنغال فالحفوظ غادي تكون كبيرة. أما إذا ترك مساحات فالسنغال قادرة التعاقب بسرعة. توقعات المباراة متوازنة وصعيبة على الطرفين، تفاصيل صغيرة هي اللي غادي تحسم النتيجة: خطأ دفاعي، كرة ثابتة، أو لمسة فنية من النجم. أما التوقع ديالي الشخصي: مباراة مغلقة وأهداف قليلة، الحسم ممكن يكون في الشوط الثاني. مواجهة إفريقية كبيرة، متعة مضمونة، وكل منتخب عنده أسلحته الخاصة. قول لنا في التعليقات شكون كتشوف أقرب للفوز. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو.